الحل السحري مجانا. دي كلمة سر هتبقى ما بيني وما بين متابعيني بعد كده. لما اقول لك في اي فيديو الموقع اللي بتكلم عليه او بشرحه بيشتغل معاه الحل السحري اللي هشرحه لك دلوقتي ده، هتعرف ترجع الفيديو ده وتبقى فاهم كويس قوي انا بتكلم على ايه. ليه؟ لان ما اقدرش اقول في الفيديو اللي بشرح فيه الموقع ان هيشتغل معاه الحل السحري، بالذات لو كان موقع مدفوع. تمام؟ طيب ايه الحل؟ الحل السحري ببساطة هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت لما بتيجي تسجل في اي موقع في كريدتس مجانية في الاول، بالذات مواقع الذكاء الاصطناعي بيديك كريدتس محدودة شوية. تمام؟ تقدر تجرب بيها الموقع، بعد كده يقول لك بقى اشترك عشان تاخد بقية المميزات او تكمل على الكريدتس دي. احنا هنستخدم حاجة اسمها تيمب ايميل او ايميل مؤقت. هنسجل بيه. الايميل المؤقت ده هو ايميل بيديك انبوكس او صندوق وارد متاح لمدة 10 دقائق بس. مجرد ان انت هتعمل ساين اب، تدخل الايميل المؤقت ده، اول لما هيجي لك رساله التفعيل هتروح مفعله. تمام؟ هتستخدم الكريدتس الخاصه بالموقع ده، واول لما تخلص هتعمل لوج اوت، تروح عامل ساين اب من اول وجديد وتعمل ايميل جديد. تعمل ديت للايميل الموجود في الموقع وتعمل ايميل جديد. طيب، هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها في الموضوع دوت ان احنا تقريبا هنخلي معظم المواقع المدفوعه شبه مجانيه. هيبقى عندنا unlimited credits. طبعا هي مش كلها بتستخدم ومش كل المواقع بتقبل التمب ايميل، بس معظمها. ومعظمها بيديك مميزات كتير بالتمب ايميل، فانت هتستخدم مميزات كتير في معظم المواقع المدفوعه اكنها مجانيه. طيب في ايه تاني؟ في اي موقع بيجبرك ان انت بتسجل بتدخل ايميل ومش عايز تدخل ايميلك، مش عايز تملى صندوق الوالد بتاعك على الفاضي، دخل التمب ايميل وخلاص، سجلت فيه وانتهى. دخلت جربت الموقع بتاعك وخلاص. او لو حتى عايز تبقى تخليه على طول، خلاص اديك ساين اب عليه، يعني ساين ان عليه وخلاص وانتهى. فهمت قصدي؟ طيب، جرب. جرب الموضوع دوت وخليه كلمة سر ما بيننا، فيبقى على طول الحل السحري. وايه كمان؟